السلام عليكم. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض القرص السادة الطرية جدا بتاع الأفران في البيت بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. هنعملها بقى لسحور رمضان، هتبقى هايلة جدا. القرص هشة وخفيفة وطعمها في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونبدأ في الطريقة بتاعتنا على طول. أول حاجة معايا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، ولازم أكون نخلة الدقيق ده كويس قوي. هحط عليه 3 معالق كبار من السكر، ومعلقة كبيرة مليانة كده من الخميرة الفورية، ونقدر نستبدل الخميرة الفورية بخميرة بيرة. إيه اللي موجود عندك اشتغلي بيه. وذرة بسيطة جدا من الملح. وبعدين ادي تقليبة كده المواد الجافة كويس مع بعض، واعجن العجينة دي كويس قوي بمية فترة من الحنفية. عايزة اقول لكم بقى على خطوات مهمة. اول حاجة، حتى لو انا عارفة مقدار المية اللي انا هحطها على العجينة، لازم اضيفها شوية بشوية، علشان لو نوع الدقيق اللي انا بستخدمه مفهوش عرق كويس، اضافة المية شوية بشوية للعجينة هتعمل عرق كويس للعجينة. ولازم اعجن العجينة دي كويس جدا بايديا او في العجان لمدة ربع ساعة، مش اقل من كده. لازم العجينة تتخدم كويس قوي. هي مش هتاخد معاكي اقل من كوباية مية، ممكن تاخد معاكي كوباية، كوباية وربع، كوباية ونص، على حسب نوع الدقيق، لان في دقيق بيشرب السوائل وفي دقيق ما بيشربش السوائل. انا بقى عجنتها كويس جدا لحد ما العجينة بقت ناعمة خالص زي ما انتوا شايفين. بعد ما عجنت العجينة كويس هضيف عليها ربع كوباية من الزيت. اضافة الزيت في الاخر للعجينة بيفرق جدا جدا في طراوة العجينة. عجينة خفيفة جدا ومعمولة بالزيت وسهلة وبسيطة جدا جدا. هعجن بقى في العجينة كويس قوي. اول ما بتحط الزيت كده بتلاقيها اتفرفتت كده شوية، اول ما بتبدأي تعجني فيها بتتلم تاني. تمام. العجينة ناعمة وطرية. لازم العجينة يا جماعة تكون طرية وبتلزق حاجة بسيطة. هرجع بقى العجينة في الطبق واسيبها تخمر لمدة نص ساعة، بس لازم اغطي العجينة كويس جدا بفوطة عشان وشها ما يشققش. وده شكلها كده بعد ما خمرت وتضاعف حجمها مرة كمان نص ساعة، بس ما نخليش العجينة تخمر جامد قوي، نص ساعة كفاية. هبدأ بقى ان انا انزل التخمير بتاع العجينة واكورها كور متوسطة. الكور لا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة قوي. لو انتي مش سريعة في التشكيل بتاع القرص لازم تغطي الكور دي. انا بقى هعمل كمية العجينة دي كور متوسطة بنفس الشكل دوت. طبعا زي ما قلت لكم لو مش سريعة في التشكيل غطي الكور دي عشان وشها ما ينشفش، بس انا مش هغطيها لاني بعمل بسرعة. لازم الصاجات اللي انا هسوي فيها القرص ادهنها دهنة بسيطة من الزيت، مش كتير برضو عشان القرص ما تتحرقش، دهنة خفيفة جدا واوزعها كويس بالفرشة. هجيب بقى اول كرة انا كورتها هبدأ بيها، وابدأ ان انا افردها زي ما انتوا شايفين كده. بنخلي ليها سمك، يعني ما بنعملهاش رقيقة قوي ولا بنعملها تخينة قوي، بنخلي سمكها وسط وبرضو حجمها بيكون وسط. وبعدين اشيل القرصة احطها في الصاج وابدأ ان انا افردها برضو فردة بسيطة كده، واجيب السكينة بحرف السكينة او بشوكة اي حاجة، وابدأ ان انا اعمل يعني خرم صغنون كده من النص. وهعمل بقى كل كمية الكور بنفس الشكل ده. بس عايزة اقول لحضراتكم على حاجة، لو انت مش متأكدة من الخميرة الفورية اللي انت شغالة بيها لازم تعملي تيست او اختبار للخميرة. يعني ايه؟ يعني بجيب نص كوباية من المية اللي انا بعجن بيها، المية بتاع العجين اللي انا جايباها للعجن، احط عليها السكر اللي هما 3 معالق، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. بلاش احط الملح، ذرة الملح دي بتتحط على الدقيق لوحدها. وابدا ان انا احط الميه على السكر على الخميره في جنب كده واسيبهم لمده نص ساعه. لو لقيتي كده الخميره عملت فقاعات ورغاوي على وش الكوبايه اللي انت حاطه الاختبار او التست ده فيها، آه بيبقى الخميره دي فعاله ونشطه وتمام تشتغلي بيها. لو لقيتيها ما عملتش رغاوي كده على وشها تبقى الخميره ديت مش نشطه، ونرميها على طول ونجيب خميره تانية عشان ما تبوظي العجين كله. دي نقطة مهمة جدا، لكن لو انت واثقة فيها اشتغلي فيها على طول. وفي كمان طريقة ان احنا بالفرشة كده ندهن دهنة بسيطة على الرخامة او الحاجة اللي احنا شغالين عليها، دهنة زيت بسيطة، عشان هتلاقي القرصة بتتشال معاكي بسهولة زي ما انتوا شايفين كده. حابة تدهني زيت تدهني، مش حابة زي ما انت عايزة. هعمل بقى كل كمية الكور بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ولازم اغطي الصاجات كويس قوي واسيبهم لمدة ساعتين 2 يخمروا لحد ما يتضاعف حجمهم، لان الدنيا دلوقتي لسه ساقعة. تمام.
فساعتين 2 مناسبين قوي. لازم القرصة يتضاعف حجمها مرة كمان. دوت اول صاج شكلناه. بس يا جماعة لازم تخلوا بالكم قوي من نقطة الخميرة اللي انا بقولكوا عليها دي، عشان احنا الايام دي ما عندناش اي استعداد ان الوصفة تبوظ مننا او نرميها، فلازم نخلي بالنا عشان الدنيا ما تبوظ. لقيتيها مش فعالة ونشطة ارميها وهاتي خميرة تانية. يعني لما تبقى في الخميرة احسن ما تكون في الدقيق او في العجين كله والزيت والحاجات دي. احنا بقينا الايام دي الدنيا بقت صعبة قوي وكل حاجة بقت غالية، فما عندناش استعداد ان حاجة تبوظ. ودوت تاني صاج هغطيهم بقى بفوطة واسيبهم في مكان دافي لحد ما يخمروا. بلاش نحطهم على الرخامة عشان الرخامة بتكون ساقعة، بنحطهم في مكان دافي لمدة ساعتين. هتلاقي القرصة تضاعف حجمها مرة كمان زي ما انتوا شايفين كده. القرصة ما شاء الله عالية لفوق عشان العجينة ماسكة نفسها. العجينة ما كانتش سايحة سايلة كده، لا السوائل بتاع العجينة كانت مظبوطة والعجينة طرية، بس في نفس الوقت مش سايحة مش سايلة قوي. ودي نقطة كمان مهمة قوي، ان العجينة تكون ماسكة نفسها. مش عايزة العجينة امسكها كده الاقيها بتسيح، لو بتسيح هتلاقي القرصة دي فرشت في الصينية كده. لكن احنا عايزين اللهم صل على حضرة النبي، عايزين العجينة تكون ماسكة نفسها عشان تعلى لفوق كده وتطلع هشة وخفيفة. تعالوا بقى نسمي الله ونبدأ نشوف هنسوي القرص الجميلة بتاعتنا دي ازاي. التسوية بتاع القرص سواء هتسويها في فرن جاز او في فرن بوتاجاز، لازم الفرن يبقى ساخن كويس قوي قوي قبل التسوية بحوالي 10 دقايق على درجة حرارة 220. النار لازم تكون عالية قوي، لو النار هادية هتلاقي القرص دي طالعة ناشفة. لازم النار تكون عالية جدا، ولازم احرك الصاج كل شوية وهو في الفرن عشان القرصة تاخد لون موحد. شايفين التخمير بتاعها حلو جدا والخميرة تحفة، مشيت في العجين في منتهى الجمال. طيب هي دي التسوية. اول ما القرص بتخرج من الفرن يكون معايا قماشة مبلولة مية، ابدأ ان انا امسح وش القرص كده عشان وشها يلمع وتفضل طرية، واقوم مغطيها على طول. وبس كده هيطلع معاكي احلى واجمل شوية قرص. وبعد ما تبرد حابة انك تفرزيها في الفريزر، بتجيبي كيس وبعدين تحطي فيه القرص وتقفليه كويس قوي وتحطيه في الفريزر، وتطلعي القرص دي بقى على الاستخدام. تسخنيها في ميكروويف، تسيبيها بس كده على الرخامة تفك، والله العظيم بتطلع كأنها طازة. القرص دي حلوة جدا، مش مكلفة خالص، هتغنينا عن حاجات كتير قوي ملهاش تكلفة، ملهاش اي 30 لازمة، جبن وحاجات كده غالية وملهاش اي لازمة. لا القرص دي حلوة جدا وهتشبع وطعمها في منتهى الجمال. متأكدة ان انتوا هتعملوها احلى مني كمان مرة. جربوها ومستنية رأيكم فيها. القرص هشة وخفيفة وطعمها وريحتها في منتهى الجمال، ريحة الخبيث في البيت بركة بركة بركة. انا متأكدة ان انتوا هتطلعوها احلى مني مليون مرة. انا عايزة اقولكم ان التصوير ظالمها ظلم باين. انتوا هتجربوها وتشوفوا شكلها على الحقيقة عامل ازاي. وكل سنة وانتوا طيبين وبألف خير، ورمضان كريم عليكم جميعا ان شاء الله، ويعود علينا الايام الجميلة دي لا فاقدين ولا مفقودين. واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم على خير الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. جربوها ومستنية رأيكم تحت في التعليقات.